الفيديو ده هكلمك عن 5 مواقف محرجه عقلنا هو اللي بيحطنا فيها من غير ما نكون مدركين ده. هنفهم ليه عقلنا بيتصرف كده وازاي تتصرف لو وقعت في واحده من الفخاخ المحرجه اللي هو بيعملها. فمن غير رغي كتير انزل اعمل لايك وشير للفيديو ده وسبسكرايب في القناه وفعل التنبيهات عشان نوصل جديدنا اول باول، ويلا بينا نبدا الفيديو. الموقف رقم 1، لما تكون في شغلك وفي شيء معين بيجي في دماغك وخلاص هتقوم تعمله دلوقتي، ولكن مجرد ما بتقوم من مكانك وتتحرك بتحس ان الشيء اللي انت كنت رايح تعمله فجأة اتبخر من دماغك وانت ما عدتش عارف انت جاي هنا ليه، وبتقف تسأل نفسك انا ايه اللي جابني هنا. بتضطر ان انت تعمل نفسك بتدور على اي حاجة وتقلب هنا شوية وهنا شوية وترجع تقعد مكانك تاني. الموضوع ده مرتبط بحاجة اسمها الدور واي افكت. عقلنا بالنسبه له الذاكره قصيره المدى هي مرتبطه بالمكان اللي انت فيه، فانت مجرد ما بتقوم وتعدي من باب مكان لمكان، خصوصا لو المكانين اصلا كل واحد فيهم بيتعمل فيه حاجه مختلفه، قاعد على الكمبيوتر بتاعك في الاوضه بتاعتك وفي شغل معين بتعمله على الكمبيوتر، وفجاه قمت اتحركت ورحت المطبخ ده مكان فيه وظيفه ثانيه بتتعمل فيه وهي الطبخ. فبالنسبه لعقلك في مهمه جديده ابتدت، هو بينسى الذاكره قصيره المدى حرفيا، بيمحيها علشان يهيئك للمهمه اللي هتعملها في المكان الجديد. ازاي نتفادى الموضوع ده؟ قبل ما تتحرك من مكانك كرر الموضوع كذا مره علشان عقلك يركز اكتر عليه، ومجرد ما تعدي الباب تكون لسه بتكرر الموضوع فتتفادى ان انت تنساه او ان يتعمل ريست للذاكره قصيره المدى ويتبخر معاه الشيء اللي انت كنت رايح تعمله. رقم 2، تكون بتحكي حاجه لواحد صاحبك وتلاقيه بيقول لك تقريبا دي 5 مره تحكي لي الموضوع ده، ساعتها انت بتضطر تسكت وتغير الموضوع، وممكن فعلا الموضوع يكون محرج بالنسبه لنا. بجد ليه بيحصل حاجه زي كده؟ بص يا صديقي، الموضوع مرتبط بحاجه اسمها السورس مونيتورنج افكت. يعني دماغنا بيسجل المعلومه ولكن ما بيسجلش هي اتقالت امتى ولا لمين، وده غالبا بيخليك تقابله مره تانية وتحكي له نفس الموضوع تاني وهو بيضطر يسمع لانه خلاص فقد الامل. يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. في ابحاث في علم النفس بتقول ان كل ما كان الشيء اللي انت بتحكيه متحمس ليه اكتر كل ما نسبه تكراره بتزيد. يعني احنا مش بنكرر الموضوع علشان نوجع دماغ اللي قدامنا، هي بس حاجه بتحصل خارجه عن ارادتنا. طيب ونتصرف ازاي في الموضوع ده؟ ممكن تاخد بالك من رد فعل اللي قدامك، لو لقيت ان هو مش مهتم قوي بالموضوع او لقيته قاعد يعمل كده، فغالبا برضو بنسبه كبيره انت حكيتها له قبل كده، فعادي ما تتوترش واقلب الموضوع هزار وروح لسكه تانية. ولو انت واحد من الناس اللي بيتكرر لهم الحكايه فخليك عارف ان بس الشخص اللي قدامك ممكن يكون متحمس بزياده وحابب انه يشارك حاجه زي دي معاك. الموقف رقم 3، لما حد يسالك سؤال سريع وغير متوقع ويكون مطلوب منك ان انت ترد دلوقتي حالا، حرفيا انت في الموقف ده بتلاقي نفسك بتقول اي كلام، انت مش مركز او مش قادر تجمع كلام علشان تقوله وترد رد صح. هو ريموت التلفزيون فين؟ في الثلاجة. ليه بيحصل كده؟ الموضوع مرتبط بحاجة اسمها acute stress response، او بمعنى ابسط لما تتحط تحت ضغط مفاجئ. في الوقت ده عقلنا بيقرر يشغل حاجة اسمها fight or flight mode، ده تقدر تقول عليه استجابة خطر فطرية موجودة عندنا من ايام ما كنا بنجري ورا الحيوانات في الغابة. فعقلك في الوقت ده بيقوم راكن التفكير على جنب، وكل اللي بيكون مهم بالنسبة له دلوقتي او التاسك اللي عنده دلوقتي ان هو يخرج من الخطر المحيط بيه او الضغط الواقع عليه. وبمجرد ما يشغل الوضع ده بيقرر ان هو يرفع لك الادرينالين ويزود عدد ضربات قلبك، لدرجة ان لو في ناس حواليك في المكان هتحس انهم سامعين ضربات قلبك اعلى من صوتك. طيب لو وقعت في المصيده دي تتصرف ازاي؟ اول حاجه ممكن تعملها انك تاخد 3 ثواني تاخد فيهم نفس، كده انت بتسمح لعقلك ان هو يهدى ويحاول يخرج المعلومه بالراحه، وكمان بتقلل من حده الاستجابه للخطر اللي مخك بيحاول ان هو يعملها، وتفهمه ان الدنيا تمام ومفيش داعي ان هو يتوتر. اما لو كان السؤال في مكان رسمي وفعلا هيسبب لك احراج شديد لو ما عرفتش ترد، فبكل بساطه قول الحقيقه واطلب وقت زياده ان انت تجمع معلوماتك فيه وترد، وبكده تكون قدرت تخرج من الموقف ده بسهوله. والموقف رقم 4، عارفين في مواقف كده بتحس ان انت لو ضحكت فيها فانت عملت جريمه كامله فعلا. وغالبا هنا انتوا جمعتوا انا بتكلم على ايه؟ الناس اللي بتضحك في العزاء او في اجتماع مهم او في الجو المشحون في العموم. اكيد بتسال نفسك دلوقتي ايه التفسير ان حد يضحك في موقف زي ده؟ لما بنكون موجودين في وسط جو متوتر او مشحون او رسمي جدا، الجهاز العصبي بتاعنا بيكون مشحون بكميه طاقه كبيره وبيكون مستني بس اي حركه صغيره، كلمه او شيء معين تشوفه، وهنا الضحك بيكون هو الوسيله اللاواعيه اللي بيفرغ بيها الطاقه المكبوته دي. والعلماء بيقولوا ان في
حاجه اسمها incongruity theory. وده عباره عن ان عقلنا بيفسر المواقف الجد زياده او اللي فيها توتر وجو مشحون على انها شيء سخيف، والموقف بالنسبه له ممكن يتحول من كارثه فعلا لكوميديا سوداء. طبعا كل الكلام ده بيحصل في الجزء اللاواعي من عقلك وبشكل غير ارادي منك. نتصرف ازاي في الموقف ده علشان ما يكونش محرج بالنسبه لنا؟ هنرجع لقاعده ال3 ثواني. تاخد 3 ثواني وتحاول تهدى خالص، وممكن تغير تفكيرك لاي حاجه تانية. المهم ان انت تشتت عقلك عن الضغط اللي موجود في الموقف ده وتحاول تركيزه من خروج من الضغط لحاجه حسابيه مثلا. ولو كل ده ما جابش نتيجه حاول تستأذن وتخرج من المكان اللي انت فيه علشان تتفادى الاحراج اللي هيحصل لك. الموقف رقم 5، لما تحكي لحد حكايه وتزود تفاصيل من عندك من غير ما تحس. الاول البوكس تاني بالرجل من تحت يا ابني انت حكيت لي الحكايه دي بعد الموقف ده وقلت لي ان هم خدوا منك التليفون فعلا. ليه ده بيحصل؟ عقلنا ما بيحبش القصص الناقصه. في حاجه عقلنا بيعملها اسمها ميموري ريكونستراكشن، اعاده بناء الذاكره. لما بنيجي نحكي حاجة عدى عليها وقت طويل وبيكون في زي فراغات كده في الحكاية او الحكاية مش كاملة، عقلنا ما بيحبش الموضوع ده، فبيقرر ان هو يبني الاجزاء المفقودة من الذكرى دي او من الحكاية اللي انت بتحكيها من عنده. يعني من الاخر بتقمص دور مخرج سينمائي وهو بيخرج لك باقي التفاصيل من عنده. وطبعا مش محتاج اقول لك ان كل ما الحاجة اللي انت بتحكيها عدى عليها فترة اطول كل ما الفراغات اللي في الحكاية بتكتر اكتر، وطبعا عقلك بيزود عليها تفاصيل اكتر من عنده. طيب خليني اقول لك تتفادى الاحراج ازاي لو وقعت في المصيده دي. هو هنا الاحراج بصراحه بيكون زياده شويتين، لان انت بتبان كداب وبتزود تفاصيل من عندك، ولكن لما يحصل حاجه زي دي فهم اللي قدامك ان الموضوع عدى عليه فتره طويله وبسبب كده انت ممكن نسيت تفاصيل من الحكايه، وبعدها تحاول تغير الموضوع لسكه هزار، وبكده تكون خرجت من الموقف ده. وبس كده انا خلصت كل اللي عندي الفيديو ده. قولوا لي تحت في الكومنتات اكتر موقف محرج اتعرضت له وازاي خرجت منه. خلاص داخلين على اول 1000 مشترك على يوتيوب. لو حابين ان احنا نعمل فيديو اسئله اكتبوا اسئلتكم تحت في الكومنتات على الفيديو ده، هاخد منها الاسئله ان شاء الله. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك، شير الحلقه مع صاحبك اللي اكيد اتعرض لواحد من المواقف اللي اتكلمنا عنها في الفيديو ده، وسبسكرايب في القناه انتوا الاثنين وفعلوا التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا اول باول. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. سلام.